السلام عليكم. تعالوا النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نذبح لوحدنا في البيت، وازاي تنضفي الحمام وتطلعي الحوصلة منه من غير ما تبهدلي الصدر بتاعه، علشان لما نيجي نحشيه يتحشي كويس. ودي طبعا لقطة من فيديو قبل كده ايام العز، بقى ما كان عز، ايام ما كان بيطلع لنا بالثلاث اجواز والاربع اجواز حمام. فالحمد لله على كل حال. فالنهاردة ان شاء الله اتمنى قبل ما نبتدي اتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة وانزلها. ويلا بينا نشوف هنذبح لوحدنا ازاي. مبدئيا كده هنذبح هنا على الحوض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تمام. لو هتذبحي لوحدك بتجيبي الحمامة كده، انا بتعامل كده برضو مع الحمام ومع الفراخ ومع البط. تمام. بجيب الحمامة كده بمسكها بإيدي الشمال من الأجنحة بتاعتها، وبالإيد اليمين ببدأ أمسك البق بتاعها أو بوزها بالشكل ده، وبقلب راسها وبثبتها مع إيدي الشمال مع الإيد اللي أنا ماسكة بيها الأجنحة بالشكل ده. تمام. علشان همسك بإيدي اليمين السكينة، باخد البوز بتاعها كده وبقلب راسها وبحطها تحت صوابعي بتاع ايدي الشمال اللي انا ماسكه بيها الاجنحه بالشكل ده. وهبدا ان انا اذبح بقى بالشكل ده. طبعا انا قلبه هنا السكينه طبعا علشان حرام، علشان ما يبقاش في تعذيب للطير. هنا بقى بعد ما ذبحتها بسيبها بقى كده تصفي الدم. بمسكها بقى كويس علشان في الوقت ده هتبقى بتفرفط كده في ايدك، وهتبقى ايه، هتطير عليك دم. علشان بقى الدم ما يبهدلش الدنيا هنجيب بقى طبق او حلة زي كده ونحطها بقى على الحوض، وبحط بقى تحتيها الحاجة اللي انا ذبحتها، وهفضل ماسكة الطبق علشان الحمامة بتطرطش دم والحوض ما يتبهدلش والرخام. هنيجي بقى هنا لتاني طريقة. في الطريقة التانية هنا بقى هنستعين بصديق، هنجيب بقى حد من العيال، جوزك، أي حد هيمسك لك بنفس الطريقة دي. بالإيد الشمال بيحط الصوابع على الأجنحة وعلى الرجلين، بيثبتها بقى بالشكل ده وبيضغط بإيده علشان خاطر إن الحمامة ما تفرفطش منك أو الفرخ. تمام. وبالإيد اليمين بخليها تمسك الجلد بتاع الرقبة، وبشد وبدبح بالشكل ده، وبمسكها كده بقى لحد لما تصفي حبة من الدم، واتحكم فيها وانا ماسكاها، واروح رافعاها بقى كده وحطاها تحت الطبق بتصفي الدم بتاعها بدون ما نبهدل بقى الدنيا، وبدون كمان لو مربين حاجة في البيت ونذبحها بقى على السطح والسطح بيبقى فيه تراب، وبتلاقي الايه الطير واخد تراب من الارض. تمام. وده كده الحمام بعد ما قتلته، قصدي ذبحته، هبدأ ان انا اشيل منه الحوصلة قبل ما ابدأ ان انا اسلقه في المية. تمام. فكرة ان انت تشيليها بيبقى الجلد لسه سخن وبيبقى لسه حي، وتقدري تتحكمي ان انت تطلعيها بدون ما تتقطع معاكي. وطبعا انا ما ذبحتش معاكم هنا علشان الدم بيبقى غلط على القناة واحنا بنذبح. هبدأ ان انا بصبع ايدي ببدأ اسلك واسحب كده الحوصلة علشان خاطر ما تتقطعش مني جوه الجلد، ويتبقى اكل من اللي هما واكلينه بيكون موجود جوه اللحم جوه ويبهدل الحمام. وطبعا يفضل هنا لو انت لسه مبتدئه وما عندكيش خلفيه في الذبيح، فتخلي الحمام يكون هضم الاكل بتاعه علشان تطلع معاكي الحوصله تكون فاضيه وما تغلبكيش في التطلع. هاجي بعد كده بدخل الصابعين بتوع ايدي كده وبالصابع الكبير بسند من بره، وببدأ ان انا بفسح الجلد عن اللحم. بتفسحي الجلد عن اللحم. وطبعا هنا انا مسرعه الفيديو بس انت تعملي براحه علشان ما تتقطعش منك او الجلده تتخرم. بوريك ان طرف الحوصله بيبقى باين هنا من بره. بفضل اشد كده وبسحب لحد لما اخرج كل الحوصله وتطلع معايا بكل سهوله بدون ما تتقطع منه. الحاجات دي بتبقى عايزه صبر شويه، ولازم ان احنا نتعلم نعمل الحاجات دي في البيت. ما تضمنيش اي ظروف، ممكن حد قريبك جابلك حمام، ممكن جوزك جه فجأة كده وجابلك جوزين حمام وقالك يلا بقى ورينا شطارتك واذبحهم لنا يلا. فخليكي ناصحة كده وخدي فكرة وتعلمي، علشان لما تتحطي تحت اي ظرف من الظروف دي تكوني انت واخده بالك من كل حاجه وتعرفي تعملي كل حاجه. تمام. حطوا لنا لايك بقى للفيديو وشجعونا واشتركوا في القناه. باجي بقى بعد كده بدخل الصبعين بتاع ايدي وبفسح الجلد، وزي ما قلت لك الحاجات دي اتعاملي معاها براحه لان الحمام بيكون الجلد بتاعه رقيق كده. بقى بعد ما طلعت الحوصله من جوه بتلاقي بقى ايه الفتحه اللي عند الرقبه كده، بتضغطي بقى بصبعك كده وبتسلكي بقى الامعاء والكبده والمصارين والحاجات اللي بتبقى جوه، علشان لما نيجي نفتح لها فتحه تنزل معانا بكل سهوله. ما تخليش الفتحه من تحت تكون
كبيرة علشان لما نيجي نحشيه الحشوة ما تخرجش. هنا بقى بعد ما طلعت الحوصلة بكون مجهزة بقى حلة مية سخنة وبتغلي، وبنزل كده بالحمام مفيش دقيقة كده او دقيقتين ونطلعه علشان الحمام ما يتسلخش منك او ما يتهريش. تمام، لانه هو ما بياخدش حاجة ويطلع معاك على طول. هطلعه بقى كده بالمية، وبعدين هنبدأ ان احنا هنا نريشه. هتشدي بس كده الريش هيتريش معاكي بكل سهولة، ما بياخدش وقت خالص. فان شاء الله نتعلم نعمل كل حاجة في البيت، ما نضمنش تحت اي ضغط، تحت اي ظروف. وطبعا والله العظيم يعني في احيانا بتاع الفراخ ما بينضفها لكيش كويس، وممكن كمان تتغلط مع حاجة بتاع حد تاني. فنتعلم نعمل كل حاجة في البيت كده. بقى بعد ما رايشتهم بجيب بقى كده بجيبهم على النار. الحركة دي بنقول عليها ان احنا بنسمن الحمام او بنشيطه، علشان لو في اي ريشة صغيرة ولا حاجة بتشيط من النار وبتطير، وما بيبقاش فيه اي ريش ولا اي حاجة. بالشكل ده هعملهم بقى كلهم، وبعدين هنبدأ ان احنا ننضفهم على الحوض. هنيجي بقى لما نيجي ننضفه هنا على الحوض علشان الماسورة ما تتسدش معاكي، هتجيبي بقى حتة سلكة بلدي زي دي وتفرطيها بقى بالشكل ده وتحطيها على المصفى، علشان لما تيجي هتلميلك بقى كل الحاجات اللي هتنزل من الحمام واحنا بننضفه، علشان تضمني ان الحوض بتاعك ما يتسدش. وتعاملي كده برضو مع الفراخ لو شارياها متنضفة من عند الفرارجي او اي طيور او اي سمك، ان احنا نحط سلكة كده علشان الحوض بتاعنا ما يتسدش. هنا قطعت الرجلين وقطعت الأجنحة وقطعت الراس. ببدأ بقى بعد كده باخدها بقى على الحوض تحت المية كده، بمشي عليها المية علشان لو في أي ريشة تطلع معايا. وبنجي هنا عند الطرف الحتة دي بنقطعها كده بالسكينة، وبنقطع من هنا بنعمل فتحة صغيرة ما تكونش كبيرة، علشان زي ما قلتلك لما نيجي نحشي الحمام الحشوة ما تخرجش منه. ببدأ ان انا اطلعها بقى واسحبها كده براحة، بدخل صبع واحد بس علشان الحمام ما يوسعش معايا من تحت، وعلشان ما يتبهدلش مني. هفضل بقى انضف بقى فيه بالشكل ده. وطبعا بيحتاج هنا مية علشان بيبقى فيه دم كتير وفيه بعض من الريش، فلازم من المية ان احنا ننضفه بقى بالشكل ده علشان تاكلي حاجة نظيفة. هنيجي عند فتحة المخرج من هنا، بدل ما احط صبع ايدي بتحطي الرجل بتاع الحمامة، علشان لو في اي حاجة تطلع، بدل ما ان احنا نوسع الفتحة بتاعتها. ونيجي عند الفتحة تحت الرقبة هنا نحاول ان احنا نحط مية ونسلك كده بصبعنا كذا مرة لحد لما تنضف. بوريك ان ما شاء الله اهو نضيف ما فيهوش اي حاجة. وكمان الحمام بتاعي ما اتقطعش مني ولا اتخرم ولا اي حاجة. الحاجات دي بتبقى عايزة مسايسة وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. هنيجي هنا برضو عندي دي القنصة، بنبدأ ان احنا نقطعها كده من الجنب، ويبقى جواها الفضلات بتاعت الحمام برضو بنبدأ ان احنا نتخلص منها. هنيجي برضو للقلب، مع انه قلب حمام بيبقى صغير بس برضو بيبقى مجمع فيه بعض من الدم. بتعملي برضو مع القلب بتاع الفرخة كده ومع البطة، علشان بيبقى القلب متجمع فيه الدم. بوريكي هنا السلكة لمت كل الحاجات اللي كانت هتنزل في الحوض وهتسدهولك. هنا بقى غسلته بالسلك والصابون وشطفته وبس كده، والعملية سهلة وبسيطة ونتعلم نعمل كل حاجة. هنا بقى الحمام بعد ما غسلته بقى بتحطي القنصة والكبدة في قلبيه، وبتبدأي ان انت تقفليه لحد لما نيجي نحشيه ونعمله ان شاء الله. وان شاء الله عاملاه معاكم فيديوهات كتير على القناة، رجعوا الفيديوهات وشوفوها وان شاء الله تستفادوا. نقفله بقى بالشكل ده، بتحط الرجل كده والرجل التانية، ونبدأ ان احنا نقفل الحمام بتاعنا. وبس كده، وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تشيروا الفيديو مع اصحابكم، وارجعوا القناة فيها فيديوهات كتير حلوة مفيدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.